بعد ما نزلت التشكيله الرسميه تعالى اقول لك شكل ريال مدريد في الملعب، لان التشكيله اللي ظاهره دي مش صح، او بمعنى اصح الشكل اللي في الملعب مش هيبقى بالمنظر اللي انت شايفه ده 4-3-3 زي ما متعودين مع تشابي الونسو اخر فتره. تشابي الونسو قرر يجرب حاجه جديده النهارده. انا عارف ان انت زهقت من التجربه، بس هو الراجل كده كده يعني تقريبا حاسس ان هو بيطرد فقال لك اجرب كل حاجه. ريال مدريد هيبدا النهارده باربعه في خط الدفاع، ودي حاجه غريبه شويه عن تشابي الونسو، ولكن تشابي الونسو قرر يلعب 4-2-3-1. اربعه في خط الدفاع، قدامهم اتنين ارتكاز حقيقيين وصراحه مفيش اي لعب، مفيش تجويد في الموضوع. تشاوميني وكامافينجا الاثنين هيلعبوا كنمره 6 النهارده، قدامهم ثلاث لعيبه، بلينجهام كمهاجم وهمي نمره 10، طبعا المركز اللي بيحبه المعلم بلينجهام، هو تقريبا بيحاول يراضي الكل يعني الفتره الاخيره. وطبعا على الاجنحه فينيسيوس جونيور ورودريجو، ونمره 9 صريح جارسيا. الماتش في البرنابيو زي ما انت عارف، اخر 8 ماتشات في البرنابيو قدام الريال بيتيس 4 تعادل و2 فوز لريال مدريد و2 فوز لريال بيتيس. ارقام مش حلوه خالص، خصوصا ان 6 ماتشات منهم من غير تسجيل اصلا. هو في تفوق لريال مدريد تاريخيا، ولكن اخر ماتشين اللي هم بتوع السنه اللي فاتت ذهاب وعوده في الدوري مع ريال بيتيس، ريال مدريد كسب 2-0 في البرنابيو، وبره ملعبه خسر 2-1. طبعا الجول ده اللي كان جايبه ابراهيم دياز لو حد فاكر يعني.